ترضى انك تكون منهم؟ بالمناسبة قبل ما أنسى، عايز أبشركم إن صدرت أجندة الربانية. أجندة الربانية هتجدوها مغلفة كده بالغلاف الظريف ده، و متجلدة بيقولوا عليه الشموزيت، شمواه أجندة الربانية. أجندة ديك يعني أنا بنصحكم باقتنائها. الأجندة بفضل الله عز وجل في البداية أذكار، في البداية أذكار الصباح والمساء على ورق مصقول، أذكار الصباح والمساء، وبعض الأوراد المهمة هتلاقيها زي هتلاقي مثلا قبل محرم أذكار الصباح والمساء، بعد أذكار الصباح والمساء هتلاقي فيه أذكار التوبة، أذكار الحفظ، أذكار المحبة، أذكار الهداية، أذكار التثبيت، أذكار الشكر، أذكار الاستعاذة، أذكار القوة. بعد منها كل شهر بقى شهر الله المحرم، تجد فضل شهر الله المحرم، وظائف شهر الله المحرم. بعد كده هتلاقي كل يوم في الأجندة هتقرأ النهاردة دي يوم 3 محرم مثلا، يعني هتقرأ الجزء الثالث، آية من الجزء الثالث، شوف الآية وتدبر الآية، تدبر الآية، ثم في آخر الصفحة نبض اليوم. نبض اليوم يعني زي ما نقول ايه، حكمة اليوم. النبض اللي هي اليوم فكرة او حكمة او كلمة او معنى او نصيحة هتعيش عليها اليوم، واذكار الصلاة وواجبات واعمال اليوم. بفضل الله عز وجل اجندة ظريفة مهمة للمسلم. بفضل الله عز وجل يعني انا بقالي 2 شغالين فيها، نفسي فعلا انها تطلع في احسن صورة. كل الشهور في كل شهر هتلاقي الصفحات المصقولة ووظيفة الشهر، فضائل الشهر ووظيفة الشهر بفضل الله عز وجل. في آخر الشهر هتلاقي خطتك العلمية لهذا الشهر. في أول الشهر برضه الخطة العلمية للشهر ده، هتقرأ إيه وتذاكر إيه، وخطة الدعوية هتدعو مين وتعمل إيه. بفضل الله عز وجل الأجندة دي هتلاقوها من بكرة في مكتبة التقوى اللي هي بتوزع كتبنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلها عونا لكم على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يوفقكم للعمل بما فيها بفضل الله عز وجل. يعني انك انت كل يوم الصبح تفتح على الصفحة اللي فيها اليوم، تلاقي الآية اللي هتتدبرها في الجزء، وتلاقي وظائف اليوم، وتلاقي حكمة اليوم أو نبض اليوم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.